صلوا على النبي ويلا بينا نبدأ الحكاية. أنا اسمي منار. بتبتدي حكايتي لما خالتي بتيجي تطلب إيدي لمحمد ابنها. في الوقت ده محمد بيكون عنده 25 سنة. بابا بيكون رافض محمد علشان محمد بيكون سبق ليه الجواز قبل كده وأنا بكون لسه بنت. ماما بتتحايل على بابا كتير وبتحاول تقنعه لأنها بتكون خايفة على زعل أختها، وبتفضل تقول لبابا إن محمد شخص كويس وإنه ما قعدش مع طليقته غير 3 شهور بس. بابا قال لها طيب ما سألتيش نفسك ايه سبب الانفصال؟ ماما ردت عليه وقالت له اكيد يعني ما اتفقوش، انا ابن اختي مفيش حاجة تعيبه. بابا قال لها خليكي فاكرة ان الموضوع ده مش عاجبني ومش داخل دماغي خالص، بنتك لسه بنت وما سبقش ليها الجواز قبل كده وكمان سنها صغير يعني قدامها فرص كتير جدا. ماما قالت له كل كلامك صح وانت عندك حق في كل كلمة قلتها، بس انا بقى مش ضامنه ان بنتك يجيلها عريس مناسب زي محمد هيعيشها في هنا، هتنام وتاكل وتشرب وهي مرتاح، مش هتشيل هم بكره لان محمد ميسور الحال ومش هيشيلها همه زي اغلب الرجاله ما مشيله الستات الهم. بابا قال لها على العموم الرأي الأول والأخير لبنتك، اقعدي معاها واللي فيه الخير يقدمه ربنا. ماما بتقعد معايا وبتفضل تقنعني بمحمد كتير جدا. في الوقت ده انا بيكون عمري 19 سنة، بكون خلصت الدبلوم ومستنية ابن الحلال. وبصراحة أنا من البنات المحافظة يعني، ولا ليا في الارتباط ولا ليا في الحب والكلام الفاضي ده. ولما ماما قالت لي إن محمد متقدم لي أنا قلت لها مفيش مشكلة، هصلي استخارة وارد عليكي يا ماما. وفعلا صليت استخارة مرة واتنين وتلاتة واربعة، ولكن للأسف كل مرة كنت بصلي فيها ما كنتش بحلم أي حاجة، ولما كنت بقوم من النوم ما كنتش بحس أي حاجة، يعني كنت بقوم طبيعية ولا أكني مصلية استخارة. لما قلت لماما قالت لي خلاص يبقى كده نوافق. قلت لها بس انا يا ماما مش بحلم اي حاجه. قالت لي بس برضو مش حاسه انك متضايقه. قلت لها بصراحه انا ولا حاسه اني متضايقه ولا حاسه اني مبسوطه. قالت لي طيب ايه رايك نكلم خالتك ونقول لها ان احنا موافقين، ما انتوا برضو هتقعدوا فتره مخطوبين، اكيد لو في حاجه في محمد مش عاجباكي مش هتكملي معاه. قلت لها خلاص ماشي يا ماما، اللي يريحك اعمليه. قالت لي انا مش هعمل اللي يريحني، انا هعمل اللي يريحك انتي وبكره تشكريني. ابتسمت وقلت لماما ربنا يخليكي ليا. ماما راحت تكلم خالته وهي مبسوطة جدا وقالت لها اننا كلنا موافقين وتقدر تيجي في اي وقت علشان نتفق ونقرا فاتحة. خالتي بتفرح جدا لانها بتحبني قوي وبتعتبرني زي بنتها. بعد يومين بالظبط بتيجي هي وجوزها ومحمد ابنها. بابا بيقعد معاهم وبيتفقوا على كل حاجة وبنقرا الفاتحة في نفس اليوم. محمد بيكون طبيعي جدا ولا فرحان قوي ولا زعلان، ولكن انا بكون مستغربة ان هو مش متحمس لخطوبتنا. ولما بيمشوا بقول لماما على احساسي، ماما بتقولي طبيعي لان انتي ومحمد عمركم ما اتكلمتوا مع بعض قبل كده، واصبري فترة يا بنتي وبعدين احكمي، انما لما تحكمي عليه من الاول انتي كده بتظلميه. قلت لها خلاص يا ماما اللي حضرتك شايفاه. بتعدي الايام وانا كل يوم والتاني بحاول اني اقرب من محمد، ببقى من جوايا نفسي اعيش زي اي بنت فترة خطوبة حلوة، كلام رومانسي، خروجات وفسح وحاجات من دي. ولكن للأسف كل ما كنت أكلم محمد كان يتهرب مني، شوية يقولي مش فاضي وشوية يقولي عندي شغل وشوية يقولي هوصل أختي للجامعة. على قد ما الموضوع كان مضايقني ولكن قررت إني ما احطوش في دماغي، خصوصا إن محمد كان بيراضيني وكان دايما بيجي يزورني ويجيب لي هدايا غالية. من كلامه ومن طريقته عمري ما حسيت إنه مغصوب عليا أو إنه مش عايزني. كنا بنتعامل زي أي اتنين مخطوبين ولكن كنا متحفظين زيادة عن اللزوم. يعني مثلا محمد كان عزيز النفس جدا لدرجة إنه ما كانش بيحب يجي عندي غير مرة كل شهرين، والمرة اللي كان بيجيها كان بيقعد معايا نص ساعة بالظبط وبيقوم يمشي، حتى لو عملت له أكل ما كانش بيرضى ياكل. بتعدي سنة بالظبط على خطوبتنا وأنا طول السنة دي ما شفتش من محمد أي حاجة وحشة، كل فترة والتانية يجيب لي هدية ودايما بيتعامل معايا باحترام ورقي. بعد سنة بالظبط من الخطوبة بنحدد ميعاد كتب الكتاب والفرح، كلنا بنكون مبسوطين ما عدا محمد، فرحته بيكون ناقصها حاجة. شكله وضحكته وطريقته مش بتبقى طريقة شاب فرحان انه هيتجوز. بس ما حطيتش في دماغي وقلت لنفسي اكيد هو مش فرحان لان دي مش اول مرة يتجوز فيها. الايام بتعدي واحنا بنخلص كل التجهيزات وبيجي ميعاد الفرح. يوم الفرح بيكون حلو وبسيط بيعدي على خير وما بيحصلش فيه اي حاجة غريبة. بعد ما الفرح بيخلص اهلنا بيوصلونا شقتنا وبيودعونا وكل واحد فينا بيروح بيته، وانا ومحمد بنكون لوحدينا. ببقى مستنياه يقرب مني يبوس راسي يقول لي مثلا ايه الحلاوه دي،
ولكن كل ده مش بيحصل، هو بيتهرب مني حتى بنظراته، بيخش يغير هدومه ويقعد قدام الشاشة ياكل، وانا بصراحة بتضايق من حركته دي وبدخل انا كمان وانا متضايقة. اول ما بدخل اوضة النوم بغير فستاني، بدخل اخد شاور وبتوضى علشان اصلي، بلبس اسدال الصلاة وبخرج اناديله علشان يصلي معايا. بيقولي هنصلي ليه؟ قلتله لازم نصلي لان انا بشوف الناس بيعملوا كده في اول يوم ليهم مع بعض. قال لي طيب، وقام وهو متضايق، اتوضى ولبس بيجامة جديدة وصلينا انا وهو مع بعض عند المصليات، وقعدت جنبه علشان اكل معاه. لقيته بيبص لي باستغراب وبيقول لي هو انت هتاكلي؟ قلت له ايوه، انا ما اكلتش اي حاجه من الصبح. قال لي اشربي عصير وبلاش تاكلي علشان ما تتخنيش اكتر ما انت تخينه. اصلي يا جماعه نسيت اقول لكم في اول الحكايه ان انا تخينه. بصيت له بكسفه وبزعل وقلت له انا ما اكلتش اي حاجه من الصبح ومش هيجرى حاجه لو كلت لقمه صغيره. قال لي براحتك كلي، بس انا والله بتكلم علشان انا خايف عليكي. قلت له لا بعد كده ما تخافش عليا، وقمت من غير ما ياكل. قال لي هو انت مش هتاكلي؟ قلت له لا الحمد لله، نفسي تسدد بسبب كلامك اللي زي الزفت. ودخلت قعدت على السرير في اوضه النوم، فضلت مستنيه كتير انه يدخل يصالحني ولكن هو ما عبرنيش. اتضايقت جدا من حركته دي ونمت من كتر التعب في مكاني. تاني يوم صحيت من نومي لقيته نايم في الصالون. خرجت صحيته وقلت له انت ما دخلتش ليه؟ لقيته بيقول لي انا كنت تعبان جدا واليوم كان مرهق. قلت له طيب شويه واهلنا هيجوا. قال لي ايوه ما انا عارف. قلت له طيب ايه؟ قال لي ايه هو اللي ايه؟ انت عايزه حاجه؟ قلت له انا عن نفسي مش عايزه اي حاجه، بس انت عارف ان اهلك هيبقوا عايزين يطمنوا علينا، واهلي برضو هم كمان هيبقوا عايزين يطمنوا. لقيته اتضايق ووشه اتغير وقال انا تعبان ومش قادر اعمل اي حاجه دلوقتي. قلت له بزعل هو في حاجه يا محمد؟ انا من ساعه ما دخلت الشقه دي وانا حاسه انك بتتهرب مني وطريقتك معايا وحشه قوي، هو انا عملت حاجه مزعلاك مني؟ لقيته بيبص لي بقرف وبيقول لي انت كلك على بعضك مزعلاني. للاسف يا منار انا ما كنتش عايزه اتجوزك من يوم ما خطبتك وانا بحاول اتقبلك ولكن مش قادر. كل ما احاول اخرج طليقتي من دماغي بترجع تاني وافضل افكر فيها واقارن بينك وبينها. احساس وحش قوي لما اكون كنت متجوز ملكان ومره واحده اتجوز واحده. قلت له واحدة ايه؟ كمل. هي جت على كلمة تخينة؟ صدقني الكلمة دي انا متعودة عليها من زمان، بس الكلام اللي انت قلته لي دلوقتي للأسف انا مش هقدر اتخطاه ومش هقدر اكمل معاك. انت ظلمتني ظلم كبير. كنت ممكن ترفضني مادام مش عايزاك، لكن ما تجيش تكسرني في يوم زي ده. قال لي انا اسف والله، بس انتي اتكلمتي معايا وانا بقالي كتير شايل في قلبي. قلت له طيب كويس ان انت خرجت كل اللي في قلبك قبل ما يحصل بينا اي حاجة، لان انت ما تستاهلنيش ولا تستاهل ضفر مني. وسبته ودخلت اوضه النوم. طبعا انهارت من العياط بسبب الكلام اللي سمعته. ما كنتش مستوعبه ان كل ده ممكن يحصل معايا. بعد وقت من العياط قمت غيرت هدومي وغسلت وشي اتوضيت وصليت. حسيت اني هديت. بعد ما صليت لبست حاجة شيك واستنيت أهلي. أول ما جوهم سلمت عليهم ورحبت بيهم بابتسامة جميلة. ماما جت تطمن عليا، قلت لها انا كويسه الحمد لله وكل حاجه تمام يا حبيبتي، ما تقلقيش عليا، اهتمي بنفسك انتي. ماما فضلت تزغرط كتير وكانت فرحانه ان انا اخيرا اتجوزت لانها كان نفسها تطمن عليا وتشيل عيالي. كنت زعلانه على فرحتها لان اكيد لما هتعرف اللي حصل معايا هتتكسر هي كمان. برضه هي امي واكيد كانت عايزالي الخير وما كانتش تعرف اللي هيحصل لي ده كله. بعد ما اهلي بيمشوا بقعد قدام محمد وانا كل ثقه وبقول له انت اتجوزتني بمزاجك، محدش ضربك على ايديك ولا حد غصبك عليا، لان طبعا حضرتك راجل والرجاله مش بتتغصب. يعني من الاخر كده انا لو ما كنتش عاجباك او على الاقل شايف فيا حاجه كويسه ما كنتش كملت الجوازه دي. انا هتطلق ولكن مش دلوقتي، هستنى شهرين 3 او يمكن 6 شهور. طول الفتره دي انا هشتكيك لاهلي وانت تشتكيني لاهلك علشان كله يعرف ان انا وانت مش متفاهمين، ولما نيجي ننفصل محدش يقول علينا ان احنا انفصلنا بسبب اي حاجة تانية. عجبته الفكرة جدا وقال لي خلاص ماشي. اتفقت انا وهو على كل حاجة، وبعد كده دخلت اوضة النوم، جهزت مفرش وجهزت له هدومه وحطيتهم له جوه اوضة الاطفال، وقلت له من النهارده انت ليك اوضتك وانا ليا اوضتي لحد ما كل واحد فينا يروح لحاله. الايام بتمر وانا كل يوم والتاني بروح لخالتي وبقعد عندها وقت طويل جدا علشان ما ببقاش عايزة اقعد وقت طويل مع محمد. محمد بيكون ليه اخ اسمه محمود. محمود بيكون اكبر مني ب3 سنين. انا وهو بنكون صحاب جدا من قبل ما اتجوز محمد. بيفهمني وبفهمه، كان دايما بيحكي لي اسراره. طبعا انا كنت كل شويه افضل اشتكي محمد لاهله علشان اعرفهم ان انا وهو مش مرتاحين مع بعض. محمود كان دايما يقويني بالكلام وكان بيحاول كتير يصلح ما بينا، ولكن انا كنت بفهمه ان الموضوع ده مقفول وان انا ومحمد مش نافعين لبعض خالص. في يوم محمود بيقول لي انا شايف ان انت بنت جميله ورقيقه
الحقيقة، ولكن مشكلتك الوحيدة هو وزنك الزيادة. انت ما بتعرفيش تتحركي زيك زي البنات اللي في سنك. من الافضل ليك انك تنزلي جيم وتتابعي مع دكتور تغذية، وده طبعا علشانك انت مش علشان اي حد. وبيفضل يقنعني ويكلمني كتير في الموضوع ده لحد ما بقتنع بكلامه، وفعلا بتابع مع دكتور التغذية وبروح الجيم كل يوم. بهتم جدا بأكلي، ولأن أصلا نفسيتي بتكون مش أحسن حاجة، نفسي بتكون مسدودة وباكل بالعافية، وده بيساعدني إن جسمي ينزل أسرع. يعدي على جوازي أنا ومحمد 8 شهور. في ال8 شهور دول في حاجات كتير جدا اتغيرت، زي إني خسيت من 100 كيلو ل 60 كيلو. بقدر ألبس اللي أنا عايزاه، بخرج وبتفسح مع خالتي وبنات خالتي. حياتي بتكون حلوة ومثالية جدا، ولكن أنا ومحمد علاقتنا بتكون زي ما هي، وأنا وهو بيتبني ما بيننا سور كبير جدا. وللأسف زي ما توقعت، محمد حاول إنه يهد السور ده كتير جدا لما خسيت، لأني لما خسيت بقيت بنت جميلة جدا، وكمان بقيت أهتم بنفسي أكتر من الأول. في يوم أنا ومحمد كنا قاعدين مع بعض، لقيته بيتكلم معايا وعمال يصلح في اللي فات. قلت له بهدوء لو سمحت ما تفتحش الموضوع ده تاني، لان ملوش لازمه. الكلام اللي فات انا مش هنساه. انا مش هكدب اني حبيتك جدا في فتره الخطوبه، ولكن اللي انت عملته معايا يوم دخلتي خلاني خلاص اتقفلت منك وما بقتش عايزاك. واللي مخليني مأجله موضوع الانفصال هي امي وامك مش اكتر، لاني مش عارفه هعمل معاهم ايه، وهم فرحانين جدا بعلاقتنا ونفسهم اننا نخلف. قال لي طيب ما انا اتعلمت من غلطي، ليه ننفصل واحنا ممكن نكمل مع بعض؟ صدقيني انا بحبك وعايزك. قلت له لا انت مش بتحبني ولا عايزني، لان اللي بيحب حد بيحب روحه، وانت دلوقتي مش بتحبني انا، انت بتحب جسمي وشكلي الجديد. وعلى فكرة انا وانت كنا متفقين نقعد مع بعض 6 شهور، وحاليا احنا بقالنا 8 شهور كاملين، فياريت نسرع في موضوع الطلاق لاني عايزة اشوف حالي. قال لي يعني ايه تشوفي حالك؟ قلت له يعني انا زي اي بنت من حقي اتجوز. قال لي ولما تتجوزي بقى ان شاء الله وانتي لسه بنت، الناس تقول عليا ايه؟ قلت له لو على الموضوع ده فما تقلقش خالص، الشخص اللي هتجوزه انا هحكي له كل حاجة حصلت بيني وبينك، وانت برضو اكيد هتتجوز وتخلف. قال لي بس انا عايزك انتي. قلت له بس انا مش عايزاك. ودخلت لميت هدومي واتصلت على بابا يجي ياخدني. بابا جالي ورحنا البيت عند ماما، حكيت لماما على كل حاجة حصلت معايا، بس طبعا ما حكيت لهاش على الموضوع الاساسي. كل اللي قلته لها ان انا ومحمد مش مرتاحين مع بعض، وكل يوم والتاني خناق لما خلاص تعبت. ماما كانت زعلانة جدا وفضلت تقولي أنا السبب، أنا اللي غصبتك تتجوزيه. قلت لها لا يا حبيبتي انتي ما غصبتنيش، ده نصيب، انتي كنتي عايزة تطمني عليا وتفرحي بيا. قالت لي والله أنا كل اللي كان نفسي فيه إني أشيل عيالك زي اخواتك، كان نفسي اطمن عليكي قبل ما اموت، ما كنتش اعرف ان انتي ومحمد مش هتكونوا متفاهمين كده. قلت لها الحمد لله على كل حال، كل شيء اسمه ونصيبي يا حبيبتي، وانا راضيه بنصيبي. الايام بتعدي ومحمد بيحاول يصلح الدنيا بكل الطرق، بيتكلم مع قرايبنا كلهم علشان يصلحوني، ولكن انا برفض الصلح وبفضل مصر على موقفي، مع ان اهلي بيحاولوا يقنعوني ان انا ارجع له تاني، ولكن انا بكون من جوايا مقفوله منه ومش طايقاه. بفضل مصرة على الانفصال، ومع إلحاحي وإصراري أخيرا بنفصل من محمد. بحس إن أنا زي الفراشة الطايرة حرفيا. طبعا اللي حصل بيني وبين محمد ردلي كرامتي، لأن هو كان مصمم ونفسه قوي إن أنا أرجع له، وأنا رفضته أكتر من مرة. الأيام بتمر وأنا ومحمود دايما بنتواصل، لأننا أصلا كنا بنتكلم مع بعض من زمان. محمود بيسألني وبيقول لي علاقتك انتي ومحمد كانت غريبة جدا، مش زي أي اتنين متجوزين، عمري ما شفتك ملهوفة عليه ولا هو ملهوف عليكي، تقريبا كده انا ما شفتش لهفة محمد عليكي غير لما خسيتي. قلت له بص يا محمود، انا هقولك على سر مفيش اي حد يعرفه غيري انا ومحمد بس وربنا. قال لي قولي. ابتديت ان انا احكي له كل حاجه، وقلت له ان انا ومحمد اصلا ما اتجوزناش، وحكيت له على كل كلمه محمد قالها لي يوم دخلتنا. لقيت محمود فرح جدا وقال لي انا عايزه اقولك انا كمان على سر. قلت له قول. قال لي قبل ما امي تيجي تخطبك لمحمد انا اصلا كنت ناوي اقول لها ان انا عايزه اتجوزك، بس امي اتصرفت من دماغها وراحت خطباتك لمحمد من غير ما تعرف محمد ولا تعرفنا احنا في البيت. وطبعا لما امي راحت طلبت ايدك وجت قالت لنا كلنا اتصدمنا. انا زعلت جدا ودخلت في حاله اكتئاب حاد، وبطلت اكلمك في الفتره دي لو تفتكري. قلت له ايوه فعلا، بعد ما محمد اتقدم لي انت بطلت تتكلم معايا او تتعامل معايا زي الاول. قال لي كنت زعلان جدا، ما كنتش مصدق ان البنت الوحيده اللي حبيتها طول حياتي بتروح من ايدي. انا خلصت دراسة ونزلت اشتغل علشان بس اتجوزك، كنت بحاول اكون نفسي علشان اجيب لك الشبكة من عرقي، كان نفسي اتعب في كل حاجة اجيبها لك علشان لما اتجوزك احس بقيمتك.
ومفكرش حتى اني ازعلك، علشان لو فكرت ازعلك افتكر انا تعبت قد ايه علشان خاطر اتجوزك. نزلت دموعي وانا بسمع كلامه، ما كنتش مصدقة ولا مستوعبة ان محمود بيحبني الحب ده كله. قلتله بوجع: ليه يا محمود؟ ليه سكت وما اتكلمتش معايا؟ ليه تخليني اتجوز محمد واتعرض لكمية الوجع اللي تعرضت له معاه بسبب اللي انت عملته ده؟ احنا استحالة نكون لبعض. قال لي: ليه استحالة؟ قلت له: ما ينفعش، الناس هتقول علينا ايه؟ قال لي: مش مهم الناس هتقول ايه، المهم ان انا وانتي نكون مبسوطين. انتي لو وافقتي تتجوزيني انا هاخدك ونسافر. قلت له: هنسافر فين؟ قال لي: هنسافر الدولة اللي انا شغال فيها، انا عامل حسابي على كل حاجة، وهقفل معاكي دلوقتي واتكلم مع امي. وفعلا قفل معايا واتكلم مع مامته. مامته رفضت وفضلت تزعق وقالت له: انت عايز تبني سعادتك على تعاسة اخوك، عايز تكسر قلبه. محمود اتعصب وقال لها: حضرتك اللي كسرتي قلبي يا ماما لما روحتي خطبتي منار من غير ما ترجعي لنا او حتى تاخدي راينا. وبعدين بقى علشان نقفل الموضوع ده انا هحكي لك على كل حاجه. ومحمود حكى لمامته كل حاجه حصلت بيني وبين محمد. ساعتها خالتي زعلت جدا من اللي محمد عمله فيا، وكانت فاكره ان محمود بيحور عليها علشان توافق على جوازنا. جت وقعدت معايا لوحدنا وسالتني على الكلام اللي محمود قاله لها. اتكسفت جدا علشان محمود قال لها، واضطريت ان انا اقول لها ان فعلا كل الكلام ده حصل. خالتي زعلت عليا وخدتني في حضنها، بست روسي وقالت لي: حقك عليا، انا ما كنتش اعرف ان محمد هيعمل كده، انا كنت عايزاه يعيش عيشه كريمه مع بنت متربيه تعرف الاصول. طبطبت عليها وقلت لها: حصل خير يا خالته، كله نصيب. خالته ابتسمت وقالت لي: على العموم يا بنتي انا موافقه على جوازك من محمود، ربنا يكمل لكم على خير. محمود اعلن ان انا وهو اتخطبنا. بعد وقت بسيط كتبنا الكتاب، وطبعا محمد كان رافض الموضوع، عمل اكتر من مشكله مع محمود، ولكن محمود فضل متمسك بيا. الايام بتعدي وانا ومحمود بنسافر وبنستقر في دولة عربية غير دولتنا. حياتنا بتكون مستقرة جدا، انا ومحمود بنكون متفاهمين، بنحب بعض قوي، وعمرنا ما بنتخانق لاننا فاهمين بعض كويس من زمان. ربنا بيرزقني منه ببنتين وولد. انا وهو بنتواصل دايما مع اهلنا وبننزل اجازة مرة كل شهرين. الحمد لله أنا سعيدة جدا في حياتي. عمري ما فكرت إني أنتقم من محمد، ولكن الانتقام جه من عند ربنا. لحد دلوقتي كل ما يروح يتقدم لأي بنت يترفض من غير أي سبب. هو لحد دلوقتي وحيد، وأنا ربنا رزقني بزوج محترم بيحبني وبيحتويني وبأطفال حلوين شبهي وشبهه. الحمد لله ربنا عوضني وعوضه حلو قوي. هي دي قصتي يا بنات، عايزاكم تقولوا رأيكم فيها، وهل اللي أنا عملته صح ولا غلط؟ ولو انتوا كنتوا مكاني كنتوا هتسامحوا وتكملوا، ولا كنتوا هتشوفوا حالكم زي ما أنا عملت؟ وبس كده قصة النهاردة خلصت. صلوا على النبي وما تنسوش لايكات بقى لايكات، ومع السلامة يا أحلى وأجمل فراولات.